السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم ياسين، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا كنت جديدا هنا لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أتمنى أن تستمتعوا بالفيديو. هيا بنا نبدأ. الحلول التي اقترحتها منظمة حماية المستهلك هي أن يتم بيع الخبز ب50 دينار حتى يتراجع المواطن من استهلاك مادة الخبز عشوائيا وتفادي عدة مخاطر صحية. كل عام تكون فيه مراجعة في السيستم باش يديو الدعم غير اللي يحتاجه. غير معقول أنه نقعدوا نصرفوا 20 مليار دولار سنويا في الدعم، والدعم هذا يستفادوا منه اللي ما عندهمش ويستفادوا منه أكثر اللي عندهم. هذه لماذا؟ لأنه لما نراجع نظام الدعم السعر تاع الخبز يرجع إلى حقيقة السعر تاعه، يسوى 30 دينار يسوى 30 دينار، يسوى 50 دينار يسوى 50 دينار، ولكن هاي يسوى 50 دينار. انت راك محتاج 5 خبزات في اليوم للعائله تاعك. نعطي لك انا 50 دينار في 5، نعطيك 250 دينار دراهم في الحساب البنكي تاعك يجيوك، يعني كل شهر نجمعهم على 30 باش تشري بهم الخبز. مع انايا الا كنت ذكي هذوك 250 دينار نشري بهم الخبز، نشري بهم حاجه واحده اخرى. صاحب المطحنه يدي القمح عن طريق الدوله، والدوله تعطيه له بسعر مدعم كذلك. علاه؟ باش يقدر يوصلوا لاصحاب المخابز محدد ب 1000 دينار للكيس الواحد تاع 50 كيلو، اذا القنطار ب 2000 دينار. خطورة القمح اللين على صحة الإنسان غير مرتبطة بالخبز فقط، بل حتى بعض المرطبات على غرار صناعة الهلاليات والفطائر المسكرة.